إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، استثناء النفس المطمئنة والنفس اللوامة، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا نفسا مطمئنة ونفسا لوامة تلومنا دائما وتحضنا على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء تحتاج إلى إصلاحات، تحتاج لوسائل إصلاح، وده العنصر الثاني يعني كده مع حضراتكم حتى لا نطيل عليه. تحتاج لوسائل إصلاح متجددة ومتكررة ودائمة. فمن كانت نفسه من النفس المطمئنة فليحمد الله على ذلك، ومن كانت نفسه من النفس اللوامة فليرتقي بها إلى درجة النفس المطمئنة، وإن كانت الثالثة فعليه أن يجدد لها وأن ينوع لها في وسائل الإصلاح، أن يصلح نفسه. ووسائل إصلاح النفس يعني لقد حفظتها فوجدتها في 10 أشياء. أولا من وسائل إصلاح النفس المحاسبة، أن يحاسب المرء نفسه وأن يعاتب نفسه وأن يقف معها وقفات، مع كل صغيرة وكبيرة، مع كل كلمة يتكلم بها، مع كل حركة يفعلها، مع كل عمل يقوم به. ينبغي أن يحاسب نفسه، أنا عملت كده ليه؟ أنا بعمل كده ليه؟ والمحاسبة نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل: أنا هعمل ليه؟ هشرب ليه؟ هتكلم ليه؟ في مصلحة؟ هروح ليه؟ هاجي ليه؟ كل حاجة يحاسب نفسه قبلها، ويحاسب نفسه بعد العمل. ليه أنا اتكلمت؟ ليه أنا أكلت الأكلة دي؟ ليه أنا خضت في عرض فلان؟ ليه أنا تركت الصلاة؟ ليه أنا فعلت كذا؟ فيحاسب نفسه قبل العمل: لماذا أفعل؟ ويحاسب نفسه بعد العمل: لماذا فعلت؟ والناس صنفان: صنف انتصرت عليه نفسه وقهرته فقادته إلى نار الجحيم، نعوذ بالله من ذلك. صنف انتصرت عليه النفس وقادته وتحكمت فيه بشهواتها وشبهاتها فقادته إلى النار. وصنف انتصر على نفسه وقهرها فقادته إلى الجنة. اسمع إلى قول الله تعالى في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبقى ده النوع الأول. كلما سولت له نفسه لأمر فعل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه، راقب الله تبارك وتعالى في كل حركاته، خاف من جلاله، لجلال الله في قلبه، يخشاه ويتقيه ويراقبه ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه، فخاف مقامه ونهى النفس عن الهوى، قهرها عن كل شيء تريده. مش كل حاجة النفس عاوزاها الواحد يلبي كل حاجة. يعني سمعت أثرا لم أقف على صحته أن عبد الله بن عمر سأل والده يوما قال: يا أبي إني أشتهي الحلوى.